مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذا لا فيديو خفيف ظريف، ان شاء الله هنا الكامل اعجابكم. الوصفه تاع نهار اليوم اللي راح تكون كونفيتور معجون الكابويا الحمراء. فريمون راح يعطيكم نتيجه رائعه بذوق الليمون. مكونات تاعها جد بسيطه وطريقه تاعها جد سهله وبسيطه وما تاخذش منك كل الوقت كامل. والمذاق رائع. ما اليوم نقول لكم ما تزابيش، قعدي حتى الاخر الفيديو باش تعرفي الطريقه والمكونات. اذا اول حاجه اللي راح نديرها هي راح ندير القدره تاعي ندير فيها شويه ماء. اول حاجه اللي راح نديرها كما قلت لكم انه الكابويه تاعي راح نقطعها قطع صغيره ونفورها باش تطيب لي بالخف، لانه على بالنا انه الكابويه في البدايه تكون شويه عاصيه ومن بعد تطرى عادي. في الماء اللي راح نديره باش يغلي درت فيه كما راكم تشوفوا البقايا تاع عصير الليمون، مش عصير الحبه تاع الليمون لما نعصروها، هذيك الجلده اللي تبقى ما نقيسوهاش، هذه كتدبيره صغيره تحتاجوها. كما راكم تشوفوا انا دائما لما نعصر الليمون الحبه هذه اللي تبقى لي ما نقيسهاش، نستحفظ بها في بورصه ولا في علبه ولا ونخليها في الكونجيلاتور. كي تبغي تخدمي سيرو ولا حاجه تجبدي كي يكونش عندك الليم ولا وراح ديريه في الماء ولا في السكر ولا اي حاجه اللي راكي بغيتها، راح يعطيكم الذوق تاع الليمون كما البرقوق تاني لما تبغي ديريه كذلك تجبدي طرف ولا وتحطيه. انا درتها في الماء باش يغلي، لما هذاك لافابور الغليان الماء يطلع للكابويا يكون بذوق الليمون، لانه انا اليوم بغيت المربى تاعي يكون بذوق الليمون. كما راكم تشوفوا الكابويا تاعي الحمراء هنايا بعد ما قطعتها الى قطع صغيره ونحيت لها كامل هذيك الجلده تاعها الفوقانيه وكامل الزريعه، شللتها مليح ونقيتها مليح كما راكم تشوفوا. ولما بدا الماء يغلي درتها فيها ماشي اوبليج تغطيها ولا وتخليها طيب مليح حتى تولي طريه، حتى الموس يولي يدخل فيها. من جهه واحده اخرى راح نبدا ندير السيرو تاعي. هنايا السكر انا درت 600 غرام، هي في العبار الحقيقي عندك 700 حتى 800. انا نقصت الحلاوه، على بالكم الحلاوه بزاف ماشي مليحه دونك انا توجور نقص الحلاوه. درت حوالي عندكم تنجموا يتنقصوا ديروا من 500 حتى ل 600 يعني البنه باش تجيكم مليحه، مع كاس تاع الماء. وعندي حبه اللي قطعتها دي طرونش كما راكم تشوفوا، وحبه عود قرفه مغسول مليح مشلل، نحوله كامل هذاك التراب. نحكم هذاك السكر تاعي نخلطه مليح باش يذوب لي شويه عفوا، ومن بعد نروح نديره فوق النار حتى يبدا يغلي. يا اما تبقي تخلطي فيه هكا حتى يذوب ولا تخليه مره على مره تبدي تخلطيه باش ما يستقلقش. دونك فوالا هنايا راني ندوب في السكر تاعي حتى لين نروح نشعل عليه فوق النار. كما قلت لكم انه المعجون تاع الكونفيتور راني باغيته اليوم بذوق الليمون، يعني كثرت له الليم. فوالا هنا شعلت عليه على النار قويه عادي، ومن بعد غير يبدا يغلي نقص له ونخليه يزيد يكمل يطيب. ومن طون الكابويه كما راكم تشوفوا راهي الطيب، راني فور فيها باش كامل الفوائد تاعها يبقوا ومن طون تطرى، لانه هذه الطريقه هذه سهله كما قلت لكم، يعني ماشي كما كانوا يديروها الناس زمان، يعني تقعد شحال من ساعه والكونفيتور باش يوجد لك ولا يبات ليله في السكر ولا وتخليه يطلق مليح. هنايا كما نقولوا خفيف ظريف، ماكسيموم كي طولي معاه ساعتين وراه الكونفيتور تاعك وجد. هذه الطريقه كذلك استعملتها في سفرجل، كذلك نفس الطريقه كما راكم تشوفوا مع سفرجل نقيته دي طرونش، نقيته كيما التفاح باش خليته هكاك حبه صحاح.
ودرته بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ولكن هو خليته بالذوق تاعه الحقيقي، يعني ما ضفت له ولا حاجه. لانه هذا راح في الاخير راح نضيف له ليكستري تاع الليمون باش تتغلب على الذوق تاع الكابويا. دونك في السفرجل لا، خليته عادي بالذوق تاعه، لانه نعرفوا ان السفرجل بنين. دونك خليته عادي. كذلك اللي يبغي يدير معجون تاع التفاح بنفس كذلك الطريقه، تنقي التفاح وطيبيه بهذه الطريقه تماما. دونك فوالا، من بعد ما بدا السكر تاعي يذاب وبدا السيرو يغلي، نقص النار ونخليه يكمل يغلي في غرده، يعني باش يكمل يستوى. و ميم طون مره على مره نفيريفي الكابويه تاعي بالموس بيان سور باش نشوفها الى راهي طايبه ولا لا. هنا كانت شويه عاصيه، كانت مازال ما طابتش. دونك راح ندير لها موفمون روتاسيون نخلطها بيان كيما هكا باش اللي كان من الفوق يروح من تحت ويزيد يطيب اكثر. دونك هنايا من بعد ما عطاو كما راكم تشوفوا الكابويا الموس راهي يدخل فيها فاسيلمون، راهي يدخل بيان. دونك راح كيما راهي النار شاعله على السيرو، نطفي على الكابويا، وهاد الحبات تاعي تاع الكابويا راح نديرهم في الكاسرونه مع السكر والليم يعني هاد الخليط هذا. فوالا، يعني الطياب تاعه راح يكمل يطيب هنا في الكاسرونه. نخلطه بيان بهذه الطريقه. وهنايا راح نزيد شويه للنار باش يبدا يغلي. لما يغلي نقص له ونخليه يكمل يطيب. يعني هنايا لما تنقصي له النار راح يفوت يعني تقريبا 30 دقيقه وهو يكون يطيب، خاصه انه لازم نحو البنه تاع الكابويا، لازم نتخلصوا منها. لما يبدا يغلي راح تطلق هذيك الرغوه الفوقانيه. كاين بزاف اللي نحيها وكاين اللي ما ينحيهاش. انا لا بليبار دو طون ما نحيهاش، ما هذه المره قلت نحي. فوالا، بالمغرفه تنحي كامل هذيك الرغوه الفوقانيه. ولا ما بغيتيش تنحيها يعني عادي، انا ماشي مداري نحي هاد المره، قلت نحاول نحيها ونشوف واش هو الفرق بيناتهم. هنايا بداري نخليها كما هكا وتجيني عادي. وهنايا هذا ليكستري تاع الليم اللي راه عندي كميه قليله التاليه اللي درتها، وراح نضيف له حوالي مغرفه صغيره تاع قهوه مبشور ليمون. كما على بالكم انا مبشور الليمون توجور يكون عندي في الكونجيلاتور، هو والمبشور البرتقال دائما يكون عندي البرتقال ولا الليم قبل ما نعصرهم نبشرهم قبل ونروح نديرهم في قابصه ونديرهم في الكونجيلاتور. كي ما يكونش الموسم تاع التشينا ولا ونبغي ندير غاطو موسكوتشو ولا اي حاجه بالذوق البرتقال ولا الليمون نجبد منهم ويعطيني مذاق رائع. دونك الواحد لازم توجور يدير الاحتياط تاعه باش ما يطيحش اون بان. هنايا كان عندي مبشور وقلت نضيفه مادام راني باغيه يكون الذوق 100% بالليمون. لما يكون يغلي ويكون بدا يطيب مليح بالمغرفه نحاول انه نكرازي كامل هذوك الحبات تاع الكابويا باش ما يبانش الشكل تاع الكابويا وما يكونش كذلك الذوق. هنايا الذوق كامل تغير تماما. والله العظيم صدقوني البنه ولا اروع. يعني تبغي ديريه بالذوق البرتقال ولا الذوق الليمون، انا بغيته بالليمون افضل. بعد ما يطيب ونكرازي مليح هذاك الكابويا تاعي راح نطفيه ونخليه يبرد شويه. كي يبرد كما نقولوا هذيك لا فابور كامل هذاك الضباب اللي تطرقه راح نتخلص منه قبل ما ندير هاد ليكستري. علاش؟ لانه الا كنتي درتي ليكستري هذا ولا فابور عاده طالعه ما راحش يعني راح يعاكسها وما راحش يعطيك البنه تاع الليمون، يعني ما راحش تبقى هذيك البنه. بصح كي هذيك الحمى هذيك السخانه ولا فابور هذيك كامل تروح يكون بدا برد تما راح يكون افضل ديري ليكستري تاع الليمون راح يبقى المذاق تاعه كما هو.
دونك كما راكم تشوفوا بعد ما بردت درت هذيك الكميه اللي كانت عندي تاع ليكستري تاع سيترون وخلطتها مليح وفرغتها في البول في طبق التقديم كما نقولوا، والباقي الكميه درتها في علبه ونحتفظ بها في الفريجيدر. يعني هذاك العود تقرفه نحيته وخليت معاه الليمون كمحافظ. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وصفه خفيفه ظريفه مكونات جد بسيطه، والافضل هو المذاق، لان المذاق هو الاروع. مع اليوم نقول لكم الى اللقاء مع فيديو جديد مع وصفه جديده.